وقال لي انك بلبلتيها ديال بصح، وماشي حيت عطيتك الحريه في التحقيق دير هاد الحاله واللي شكيتي فيه دخلوا للحبس. ديف هدنو وما قال لي غنتهنى حتى لقى الدليل. وفي نفس ديك الليله شفنا ديف بعد ما لقى الدليل المجهول عيط لفرحان وقال لي انه لقى القاتل. وقع اللي وقع. نرجعوا للوقت الحاضر وكنشوفوا فرحان دا ديف البلاصه ديال الحادث وعاود ليه داكشي اللي قلنا بالضبط، وقال لي اننا منين تفارقنا دازت 50 دقيقه بالضبط، وباش توصل لهنايا خاصك 30 دقيقه، اي انك مشيتي لشي بلاصه وجلستي 20 دقيقه وتماك لقيتي الدليل اللي خلاك تعرف شكون هو القاتل. نهار الاخر كنشوفوا ديف داخل المركز ولابس لبسه الشرطه ومحترم كل شيء وكيبان بروفيشنال، وحتى من المساعدين ديالو مفاجئين حيت ما عمرو لبس القميص ديال البوليس وما عمرو اصلا احترمهم وما عارفينش انه فاقد الذاكره، حيت فرحان ما باغيهمش يعرفوا السبب غيصدمكم. المهم بقى كل شويه كيحصل هنا ما عقلش على المخبر اللي عيطوا ليه. هنا ملي كانوا كيطاردوا واحد المجرم ما تيراش فيه ديف والشرطيه شكات فيه، حيت ديف اول حاجه كيدير هو يتيري واخا تكون غير مهمه قبض. مشيو دابا لعائله راهو اللي دايرين ذكرى المرحوم.